في مباراة هيتشكوكية تمكن فريق النهضة البركانية من حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي هذا الموسم. فريق النهضة البركانية عانى الأمرين قبل أن يتمكن من الفوز في مباراة الإياب على منافسه الليبي أبو سليم. فريق النهضة البركانية لم يتمكن مع بداية اللقاء خلال الشوط الأول من تسجيل هدف مبكر يتيح له التقدم بشكل مريح على منافسيه ولعب بأريحية، وبالتالي ظهر عليه الكثير من التسرع. لم يستغل العديد من الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول وغابت عنه النجاعة الهجومية. خلال الشوط الثاني وضد مجريات اللعب تمكن فريق أبو سليم الليبي من تسجيل هدف التقدم. هذا أربك حسابات المدرب التونسي معين الشعباني الذي أقحم العديد من اللاعبين في مقدمتهم المهاجم السنغالي بول فالير، وبالتالي تمكن فريق النهضة البركانية من إدراك التعادل عبر مدافعيه، ثم هدف التقدم عبر بول فالير. بعدها فريق النهضة البركانية لم يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، وخلالها أمام هذا الفراغ تمكن فريق الليبي من العودة في الأنفاس الأخيرة من المقابلة على بعد حوالي 6 دقائق وتسجيل هدف التعادل في حدود دقيقة 83. هذا الهدف التعادل كذلك سقط كقطعة ثلج على لاعبي النهضة البركانية والطاقم التقني، ودخلت المباراة في منعرج أخير. خلالها أضاف الحكم المصري 10 دقائق كوقت بدل ضائع. خلال هذا التوقيت أقحم معين الشعباني المدافع البوركينابي يوسف دايو كمهاجم، وبالتالي من أجل خلق الزيادة العددية في مربع العمليات قام خلال هذا الوقت المتبقي العديد من خلق فريق النهضة البركانية العديد من فرص التسجيل. خلالها خلق فرصة مواتية وسجل هدف، لكن لم يحسبه الحكم بداعي التسلل. وخلال الأنفاس الأخيرة من المقابلة، في حين كان يتوقع الكل أن تنتهي المقابلة بالتعادل هدفين لمثله وأقصى النهضة البركانية، جاء هدف الخلاص من تمريرة للزغودي على الجناح الأيسر بحثا عن رأس المنقذ البوركينابي يوسف دايو الذي سجل هدف بضربة رأسية بديعة، مانحا التأهل إلى فريق النهضة البركانية إلى دور النصف النهائي. هذه المرة الثالثة التي سيخوض فيها فريق النهضة البركانية منافسات النصف النهائي في ال5 سنوات الأخيرة، وهذا يؤكد بأن النهضة البركانية من الفرق الأكثر تجربة خبرة في هذه المنافسات. مواجهة نصف النهائي لن تكون سهلة على فريق النهضة البركانية، سيواجه حامل لقب السنة الماضية فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتالي في هذا النصف النهائي سنرى مواجهة قوية بين فريق النهضة البركانية حامل لقب الموسم ما قبل الماضي لكأس الاتحاد الإفريقي وحامل لقب الموسم الماضي اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتالي هذه المنافسة أو هذه المباراة تعيد بالتشويق بإثارة بتنافس